بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اما نعمل تنمية مهنية من كتاب الأنشطة والله صف رابع. بعلموهم هنا ازاي يكون المثلث متساوي الأضلاع، هنحلها بعدين شوية. وبعدين هنا مسألة الضرب دي والجمع، هم مش عندهم يعني زينا كده، معلش مع احترامي لكم، ان احنا نضرب دولي ونضرب دولي وبعدين نجمعهم. هتقولي ناخد عامل مشترك؟ مفيش. اقول لك هنا التفكير بتاعهم بيعملوا ايه. اولا بيسيب الستة والتلاتة دي او ال63 زي ما هي وال46 زي ما هي، وهقول لك هيجعل ال42 ويعملها عبارة عن 6 في 7، 6 ضرب 7، ودي عبارة عن 9 ضرب 9. جميل. برضه هيسيب دي زي ما هي، يبقى 63 ضرب 46، وهيبدأ يقول لك الضرب عملية إبدالية. ايه رأيك لما اضرب التسعة في 6؟ التسعة في 6 ب 63، في والتسعة في 4، التسعة في الستة في 9 ب 54. طب بيعمل كده ليه؟ عشان هيسحب ال 63 بره مشترك، لا يضرب ولا يجمع ولا يتعب نفسه. يبقى لما ناخد ال 63 بره عن المشترك هيبقى جالي 46 زائد 54. انت تعرف ان دول ب 100، يعني هتبقى 36 ضرب 100، يعني هتطلع 6300. يا سلام يا سلام على الشغل الياباني. طيب حلوه الفكره وندرب عليها اولادنا، مفيش مشكله. تعالى ما نطلع فوق نشوف الحته الحلوه الثانيه دي. بيقول لي هنا ايه؟ المثلث ده طوله 20، يعني السايد ده 20، السايد ده 20، الضلع ده 20، وهكذا. وبعدين مديلك اعداد، يعني في هنا 3 في الضلع ده، في 4 في الضلع ده، وفي 5 في الضلع ده. يا ترى الاضلاع اللي كانت رؤوس المثلث ده كانت اللي هي الاي والبي والسي وعايزها. طب نعمل ايه؟ والله تعالى ما نفكر برضو واحد واحد. السايد ده الضلع ده ب 20، في منه 3، يبقى معنى كده ان الاي زائد البي باقي من ال 20 17. اوكي. والسايد ده الضلع ده ال 20 منها 4، يعني البي زائد السي بتساوي 16. والضلع ده السايد ده فيه حته 5، يعني معنى كده ان الاي زائد السي بتساوي 15. طيب هنا هيبص يلاقي الولد الاي اتكررت مرتين والبي مرتين والسي مرتين، يعني معنى كده ان هو عنده 2A و2B و2C. الكلام ده هنجمع دولي ادي كده 13 18 48. هياخد 2 بره مشترك او يقسم على 2، فيطلع له ان الاي زائد البي زائد السي بيساوي 24. طب وبعدين يا مستر؟ وبعدين يبدا يقول لك ايه؟ هو انت مش عندك ان الاي والبي ب 17؟ اي نعم. يبقى معنى كده ان السي هتساوي 24 ناقص 17 تساوي 7. يبقى الاي اصبحت ب 7. هات بقى مين؟ الاي السي اصبحت ب 7، هات الاي. يبقى الاي بتساوي 15 ناقص 7، اعتقد بتساوي 8. طب فاضل مين عندك؟ ادي البي والسي، فاضل عندي الايه؟ البي. البي والسي ب 16، يبقى البي هتساوي 16 ناقص السي، يعني هتساوي 16 ناقص السبعة، اعتقد هتساوي كام؟ 16 ناقص 7 بتساوي كام؟ لا 16 ناقص 7 بتساوي 9، بتساوي 9. تمام. وجبنا كده الاربع اضلاع بتاعتنا، الثلاث اضلاع بتاعتنا، وبرضو بيثبت للولد ان ازاي المثلث يكون متساوي الاضلاع. لو جمعنا دول 20 جمعنا دول 20 جمعنا دول 20. اشوفكم في الفيديو اخر.